لو انت جربت الاجتماعات الاونلاين فاكيد عارف احنا بنلبس ايه في الاجتماعات دي. الاونلاين ميتنج هو المكان الوحيد اللي ممكن تبقى فيه مدير من فوق بس ولابس من تحت بيجامه سبونج بوب عادي يعني. اول نوع هو زي النص نص. هو انا ما قلتلكش ليه سموني النص؟ القميص مكوي من فوق وحاجه اخر شياكه، ومن تحت شورت رياضي عادي مش هيبان ومحدش ياخد باله. ده الست السوداء عليا، هو انت منهم؟ تاني نوع الزي المبالغ فيه، الشخص اللي عامل نفسه داخل اجتماع مجلس اداره بدله كامله او كرافته بس الخلفيه عنده دولاب مفتوح وعليه منشر غسيل. تالت نوع هو الزي العشوائي، واحد لابس تيشيرت عليه صوره ميكي ماوس وبيتكلم عن ميزانيه $1,000,000، ميكي ماوس نفسه مش مصدقك. لا ده مستوى جديد من الهبل بقى. لا عندنا نوع بقى اسمه الزي الغريب، شخص لابس حاجه مش مفهومه، روب حمام على ماسك، هو اجتماع ولا حفله تنكريه. ومع موضوع اللبس ده هتقابل شويه مواقف جامده. مع الغرائب والطرائف من برنامجكم مواقف وطرائف. اللحظه الحرجه، نبقى في الميتنج عادي وموظفه بتتكلم ونسمع في الخلفيه صوت مامتها اللبن على النار يا مي. يا رب ما تحطني في الموقف ده ابدا، احراج. اللبس اللي من غير خلفيه، تلاقي زميلك في الاجتماع لابس قميص رسمي بس خلفيته كشف السرير والمخده، الخطا الفادح. دي بقى اكتر لحظه محرجه فيهم كلهم، اما الكاميرا تتفتح بالغلط وانت مش عامل حساب. طبعا اكيد معظمنا مرينا بالمواقف دي واللي خلتنا ناخد بالنا جدا واحنا عندنا ميتنج اونلاين. اصل هنعمل ايه بقى، ما هو محدش بياكل لابس ايه.